يا ترى لو انا عرضت عليك شغلانه بمليون جنيه في السنه، يا ترى ايه هي الشغلانه؟ الشغلانه عباره عن انك تفضل قاعد في اوضه لوحدك لمده 16 ساعه في اليوم، بس بشرط واحد، انك تكمل طول حياتك شغال الشغلانه دي. هل هتوافق؟ فكر في السؤال ده لحد ما تسمع الحكايه دي، حكايه الامير اللي غير حياه ملايين البشر. يا ترى مين هو الامير ده؟ يا ترى ازاي غير حياه ملايين البشر؟ الحكايه كلها بدات من 2500 سنه في قصر كبير جدا لملك على جبال الهيمالايا. الملك ده مراته حلمت ان في فيل صغير لونه ابيض نازل من السماء، فضل يقرب 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 منها لحد ما دخل جواها، وبعدين صحت من الحلم ده. لما سالت على تفسير الحلم ده قالوا لها انه قريب جدا هتخلفي ابن، والابن ده يا اما هيكون امبراطور عظيم يا اما هيكون زاهد وعابد. فالملك ده فرح جدا وقرر انه ما يكونش اب عادي، قرر انه يعمل كل حاجه يقدر يعملها علشان يخلي الابن ده هو الامبراطور الجديد. وفعلا بنى سور كبير جدا حوالين القصر بتاعه، وجهز القصر بكل حاجه ممكن الامير ده يحتاجها، والقصر كله جاهز لاستقبال الامير الجديد.